كلنا بنتعرض لمواقف تثير غضبنا، كلمة جارحة، إساءة، ظلم. لكن الفرق مش في الموقف، الفرق في رد الفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الغضب ازداد وجهه نورا وصمته حلما. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فشده من ثوبه حتى أثر في عنقه وقال: اعطني من مال الله الذي عندك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهدوء: اعطوه مما عندكم. لم يغضب، بل كان حليما وتسامى فوق الجهل. كان ممكن يغضب، كان ممكن ينتقم، لكنه اختار الحلم، اختار يرد على القسوة بالرحمة وعلى الجهل بالابتسامة. لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وابتسم، ثم أمر أن يعطى الرجل ما طلب. هو ده الحلم، قوة تسيطر على الغضب لا تضعفه. الحلم مش ضعف، الحلم قمة القوة. في زمن اليوم الناس بتثور لأتفه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ضبط النفس عبادة، وإنك لما تتحكم في غضبك فأنت بتنتصر على نفسك قبل ما تنتصر على غيرك. في يوم الفتح، يوم عاد إلى مكة بعد سنين من الأذى والظلم، وقف أمام من أذوه سخروا منه وطردوه وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يكن حلمه في المواقف العامة فقط، بل حتى في بيته. كان إذا غضبت إحدى زوجاته لا يرد الإساءة، بل يسكت ويبتسم حتى تهدأ القلوب. تعلم من نبيك صلى الله عليه وسلم أن القوة مش في الرد، القوة في السيطرة على النفس. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كن حليما تكن قريبا من الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما غير قلب الجاهل. لما كان حليما كسب قلوب اللي أذوه، ولما كان حليما نشر الرحمة في قلوب أمته. فاسأل نفسك: هل أنت حليم لما تختبر، ولا تسيب الغضب ياخدك بعيد؟